هلا والسلام عليكم يا اصدقائي، اهلا وسهلا بكم. اتمنى ان الصحه والسلامه. انه يسالون صار له هوايه يسالوني، بس لنا اجواء كانت شوي بارده ما قدرت اسوي الفيديو. يسالون انه ليش انت بيتك بعيد عن الحضره، مو الحركه هناك وسط المدينه هناك، وهاي ليش انت مختار في هذا المنطقه حجاب على مود تعيش بيها. هسه راح اسوي لكم جوله ونمشي ونشوف المحلات الموجوده هنا قريب عن بيتي اللي انا جاي يعني مشي، حتى تشوفون ليش انا مختار هذه المنطقه. يلا خلينا شوي نتجول سوا. بالبدايه اذا اريد اقول لكم انه هاي المنطقه معروفه الفلكه اللي موجوده هنا، يسموها ميدان ابريشم. ليش يسموه ميدان ابريشم؟ على مود هذا السوق اللي مقابلي اللي هو سوق ابريشم. اوكي، هذا السوق اللي هو يعني قريب عن بيتي. هسه ان شاء الله راح ادخل لكم جوه حتى تشوفون شنو تفاصيله. هنا بالبدايه قبل ما ندخل، هذا شارع السقاري صحيح. بالبدايه اريد اقول لكم انه هنا مثل ما يقولون فد مركز بهالمنطقه. هنا منطقه الكليه اسمها قاسم اباد، هنا شارع حجاب. هنا مثل ما يقولون مركز يبيعون موبايلات. يعني اني هو هذا جهازي اللي بيدي دا استخدمه مشتري من هذا المنطقة. هنا كلها محلات، مثل ما غيرت نوع الكاميرا. هاي المحلات اللي هنا موجودة كلها محلات ما اللي يبيعون موبايلات، يعني بورصة. الاسعار نفس الاسعار اللي موجودة بنص المدينة. طبعا هناك دا يسوون سوق جديد ان شاء الله، شغل ما كمل اما اسوي لكم فيديو عن هنا انشر لكم. فأول دليل إنه إذا عندي أي مشكلة بالنسبة لجهازي، أريد أشتري شيء، أبيع أي شيء أسويه، أجي هاي المنطقة. الشيء الحلو اللي ورا هذا المكان أكو اللي راح أتمشى له. شوفوا يا أصدقاء، هنا أنواع الأطباء موجودين. طبيب متخصص أطفال دكتور علي رضا راح داري، دكتور أكبر نجاد متخصص مخ وأعصاب، جراحة أسنان دكتورة فاطمة علي بخشيان، فيزيوترابي علاج طبيعي يسموه، طب إيراني. بعد أنا عندي في الطبيب اللي أراجع له أشوف هذا. أنا هذا دكتور حميد رضا أزمودة اللي هو طبيب داخلي أنا أروح له. طبعا هنا ما تشوفون ولا شخص عربي يعني يجي على العلاج وشي اشياء، لانه اكثر شيء يروحون على منطقه احمد اباد. بس هذا عنده اعطيكم التصوير حتى يصير لكم معلومه، لان هذا الفيديو ان شاء الله يصير فيديو كامل عن هاي المنطقه. حتى هنا عندنا سونار، وعندنا مركز تحاليل ازمايشكا يعني تحاليل. والمجتمع هو هذا هو المجتمع. اكو هنا عطار اللي يبيعون هواي اشياء. اكو هنا مثل ما يقولون نظارات يسمون. اوكي. هنا اكو دفتر تأمينات اللي اني لما كان عندي سيارة اجي هنا اسوي التأمينات مالتها. احنا عندنا تأمينات السيارات يعني مثل ما يقولون اجبارا لازم تسويها، اذا ما يكون عندك يغرموك. وثاني شيء اذا صار اي شيء لك اي مشكلة، ف يعني حتى لو تداعم هو مو انت الخاطئ، فانت تنحسب الخاطئ. ليش؟ لانه ما عندك تأمينات. هنا مال اشياء تجميل ما تجميل، طبيب. اوكي. والاطباء صايمين طبعا. شوفوا هذا الوقت احنا ما عندنا ظهر اطباء يداومون، كلهم بالمستشفيات. العصر هنا تصير زحمه وازدحام، اللي يصيرون كلهن بالطوابق الفوق. طابق الفوق اكو اللي يبيع عيادات. حتى شوفوا هذا مال سونار هم هنا، بس هم مركز تحاليل دائما مفتوح من الصبح الساعة 7 إلى 8:30 الليل. اوكي. هسه نروح ونكمل جولتنا. طبعا صرت زين، اما القحة باقية لحد الان. اعياد نوروز كل شيء يصبغوه بالجديد، يعني هاي ما ادري الشوارع تتنظف، يصبغون كل شيء يصير جديد. اوكي، راح ادخل لكم بالسوق.
شوفوا هنا مرات هيجي اكو اشخاص يجون هنا، يعني شلون اقول لكم، يفرشون ملابس ويبيعوها. هنا هذا حجي مفرك هنا، مو مفرك شو يسموه، خطيها حجي مو سيارة مفرك، بس يعني هو هنا واقف ودا يبيع مبسط صحيح. شوفوا المحلات، هاي البضاعة اللي عندهم. يا أصدقاء هنا تسوي عن الأسعار، بعد الأسعار يعني مو رخيصة مو غالية، الأسعار بعد هنا بإيران لأنه التومان دي ينزل العملة مالته، فكل شيء أسعاره تتغير. طبعا يعني اختاريت وقت اللي ماكو أي نوع ازدحام، ماكو يعني ناس وهيجي، لأنه مرات كلش قليل طبعا تشوفون إنه ممكن ما يحبون إنه إحنا ياخذون منهم تصوير الناس، ف أنا أختار وقت اللي يعني ليس إنه يقولون لا تصور محلنا وهيك أشياء، يعني العفو لا تصور من يمنا وهاي. تمشي يعني نتجول. هسه شوفي هنا اوكي، احنا هنا مو مثل باقي المكانات اللي موجودة بالمدينة، اللي اكو هواي يجون سواح او يجي يوتيوبر ياخذون تصوير ما تصوير. فاني هنا لانه ما اريد اخذ هواي من وقتكم، ما ادخل واحد على المحل، لانه ممكن بعضهم يقولون لا تصور، ما عندهم يعني ما عندهم فكرة عن هيك الشيء، او ما يتصورون انه يعني شخص سايح يجي يوصل لهالمنطقة صحيح. فعلى مود هذا أنا ما أدخل، بس الأسعار نفس الأسعار اللي موجودة بكل مكان. هنا أكو أبو اللي يبيعون آيس كريم، هذا ما أدري شو يسموه، احنا شو يسموه بامية احنا نسميه. أكو هنا يبيعون هاي آيس كريم وعصاير. هنا اكو يبيعون بالنص كتب، طبعا كلها باللغة الفارسية. اوكي هاي كتب اللي بالاطفال. انا اعتقد اهم شيء على مود انه بلد يتطور هو انه يكون انواع الكتب للاطفال وللكبار، واهم شيء انه الاطفال يتعلمون انه يعني يقرون كتب. اذا ابنك تعلم يقرأ كتاب خير على خير، أما إذا ما علمته يقرأ كتاب بعد صعب يصير هو يكبر ويبقى يعني يقرأ كتب. تشوفون هاي أكثر شيء البضاعة اللي هنا تشوفوها، يعني إحنا عندنا صناعة إيران تكون كمان. هاي أحذية هنا موجودة، أكثر شيء صناعة طهران بالنسبة للأحذية. بعد ما يدخل لنا أحذية أجنبية، كلش مناطق يعني مثل ما يقولون خاصة اللي يبيعون بضاعة أجنبية وتطلع كلش غالية، فعلى هذا الناس ما يرغبون هواي إنه يتسوقون. هاي ملابس هم الأطفال، وكل هالملابس تكون صناعة قلت لكم إيرانية. أعتقد أني أول شخص اللي دا أنشر لكم فيديو عن هذا السوق، ما أعتقد إنه يكون أحد لحد الآن ناشر لكم عن هذا السوق. هذا السوق اسمه سوق أبريشان. هذا كاتب البضاعة اللي عنده كلها 140 تومان 180 تومان و200 تومان، يعني $5 $4 هيك شيء. تشوفون فهذا المحل بعدين يعني هذا المجتمع بعدين راح يفتهم انه انا قد ساعدتهم على مود اعرف هذا المكان انه يجون الناس يتسوقون. اتمنى ان شاء الله ويا هذا الفيديو دا اقدر افيدكم بالنسبة
المعلومات اللي اعطيكم. هاي شوفوا 200 تومان، 200 تومان يعني $4 اعتقد، لا $5. هذا البوت شوفوا 300 تومان، يعني ما ادري $5 $6 $7 ما ادري. قد ما سعر الدولار يتغير انا بعد ما اقدر اركز. هذا حوالي 200 تومان، 199 تومان، 200 تومان يعني حوالي يعني $5. كلها هيجي سعرها، شوفوا 199 199. سمادي انتو جايين اسواق مشهد، الاسعار اغلى من هاي ارخص من هاي، بعد انتو لازم تطون. هنا شوفوا هنا بعد كله رجال يبيعون هم نفس الاسعار، 199 تومان، 199 تومان، 199 تومان، يعني 200 تومان، $5 $6 $5 ونص. شوفوا هذا كاتب شعر طبيعي يعني جلد طبيعي، يعني حوالي $9 اعتقد، اي 9 أو $8 تشوفون. شغل ايراني. اعطيكم الصراحة اني اتسوق من هنا، صراحة مرات اتسوق. عندي بنطلون، هواي اشياء مشتري من هنا، ما اقدر اعد واحد. هنا عندهم محل اي شيء اللي تريدوه يطبعوا لكم اياه، يطبعوه على فضل ملابسكم او على هاي كوشة يسموها، على اي شيء، على مال موبايل، هذا كاور مال موبايل، جلاسات، فهنا يطبعوا لكم اذا تريدون. هاي هنا اكو احنا نسمي اكسسوري، يبيعون اشياء، محابس ما محابس. شوفوا الصراحة ما يوتيوبر هستم، لا يوتيوب خم جو معرفي کنم که از کشور عربی بیام. اوكي سألني ليش تسووا تصوير، قلت لكم لانه هنا ما عندهم هالاشياء، فما شايفين هيك شيء انه واحد يجي ياخذ تصوير وينشر، فقلت له انا يوتيوبر واسوي على اليوتيوب، اخلي فيديوهات وانشر. الصراحة أنا من هنا عن ما أوصل للبيت، يعني عفوا من هنا إلى الحضرة لما انحرك حوالي 40 دقيقة بالطريق أنا بالسيارة. من هنا ويا السيارة للحضرة حوالي 40 دقيقة. هنا انتم هذا جواربات وشي اشياء صحيح. هنا ملابس اطفال عندهم، يعني شفنا لحد الان هواي عندهم ملابس اطفال، جواربات، تكرمون احذية، ملابس داخلية نسائية، ملابس نسائية، ملابس رجالية. اوكي هنا شوفوا هاي كلها ملابس رجالية، عندهم انواع اشكال والاسعار تكون مناسبة. اوكي خلينا نصعد الطابق الفوق نشوف شنو التفاصيل. طبعا هذا السوق ترى مو جديد، كلش قديم، بس ما معروف، ماكو احد ناشر عنه فيديو او فشي، فاني احب انه انشر لكم اشياء اللي في حد الان ما منشور عليه. صحيح شوفوا هاي كلها ملابس صناعة ايرانية، طبعا نسائية. السوق مو سوق صغير، يعني اللي يتسوق يقدر يلقي له كل شيء اللي ممكن بباله. هاي هنا ملاعب للأطفال. طبعا اللي طلاب هنا بإيران يدرسون أكيد عندهم معرفة ومعلومة
عن هذا السوق، بالاخص اشخاص اللي يدرسون بالجامعة آزاد بمشهد، لانه هاي منطقة قريبة عن الجامعة، فاكيد مثل ما يقولون جايين الى هالمنطقة. شوفوا هاي هم ملابس الأطفال. طبعا هنا هم اكو كم محل اللي يبيعون ذهب. هاي هي ملابس نسائية تشوفون. هاي من اللي ياسين مشترين من هنا احنا الى شفقات. تشوفون عندهم شفقات كلش حلوة، والحلو انه كلها صناعة ايران. 130 تومان 135 تومان صحيح. هاي هي هم ملابس نسائية هنا موجودة، وهنا هم نفس الشيء تشوفون ملابس نسائية اللي هذولي ما يعرفون انه انا اعرف لغة الفارسية، فلهذا السبب يقولون يا ريت، لان از کدوم سمت میخوای براتون فیلم بگیرم؟ مشکلی نداره، بس تفهموا انه انا اعرف هم اللغة العربية والفارسية والانجليزية. خوبي؟ هاي هنا يبيعون بضاعة اللي شوية طبية ان شاء الله. تشاش. هذولي شنو يقولون؟ هذيك كانت تقول يا ريت انا كنت لابس ملابس احلى. هذا دي يصور ايران، هاي وجهة ايران، لازم احنا نكون راقيين. كليا الناس في ايران يعني ما عندهم علاقة بالسياسة، بالوضع اللي موجود كأنما هنا متونسين ويعني يضحكون، ما عندهم مشكلة ويا الضحك. هاي هو طبعهم، يعني ما نقدر احنا نقول ليش اكو هيجي ناس. لا، طبع الناس هو هذا. انا عايش هنا، متولد هنا، دارس هنا. هو طبع الناس هو هذا، يبتسمون، يضحكون، يتونسون، يعني ما يصعبون الحياة على نفسهم، ويعتقدون انه هم ما عندهم علاقة بغير ناس، والغير ناس ما عندهم علاقة بيهم، كل واحد يسوي شغله. طبعا يا أصدقائي أنا قسم من هذا السوق اجيت وصورت لكم، بعد اكو اقسام بس راح الفيديو يصير كلش طويل، فاني بس اعطيكم كليات عن هذه المنطقة. اوكي نطلع. انا من غير مكان دخلت ومن غير مكان اخرج من السوق. اوكي هسه فهمتوا يا صغار ليش انا اعيش بهالمنطقة. منطقة هادئة، محلات انواع الاشكال. بس راح يعني عبر الشارع ونروح هذيك القسم تشوفون بعد شنو اكو هنا. يا اصدقائي اذا لحد الان عجبكم الفيديو انا اكون كلش ممنون منكم اذا تعطوني اعجاب، وانه تشاركون الفيديو مع اصدقائكم. اذا ما مشتركين بقناتي اشتركوا بقناتي، ما راح تخسرون شيء والله. انا انشر لكم اشياء اللي ممكن هواي من الاشخاص ما ينشروها، بس انا انشرها لكم. يلا خلينا نروح نكمل نشوف شنو الوضع هنا. ليش عمال مو سوي يعيش بمنطقة حجاب على مود هذا الشيء. اوكي يا اصدقاء هسه غير عن هذا انه هنا اكو مصرف، بنك السبح، اكو صيدليات، اكو اطباء، اكو اسواق شفتوها، اكو موبايلات يبيعون
اكو محلات لحم دجاج كل شيء. عندنا غير عن هذا عندنا فد منطقة هنا اللي بس سيارات الاسعاف او البايسكلات تدخل. والحلو اللي هنا موجود انه يعني السوق كل شيء بيه موجود، اي شيء. يعني شنو ببالكم؟ تريدون تصلحون قنفات اكو هنا، تريدون تشترون اساس منزلي اكو هنا، تريدون تشترون بضاعة ايرانية اكو هنا، اكو عطار، اكو يبيعون جواربات، اكو يبيعون دجاج لحم. راح اسوي لكم طبعا فيديو عن الاسعار الدجاج واللحم. هاي شوفوا مكتوب املاك يا اصدقاء. هاي املاك يعني شنو؟ املاك يعني مثل ما يقولون مركز عقارات. اوكي يا اصدقاء، هذا مركز عقارات. طبعا انا شنو سويت؟ جيت اشتريت شويه اشياء، هاي براغي ما براغي وهيك اشياء على مود تلفزيوني اريد ياسين كبران، فكلش وقت حصايه يأذي وكل ساعه حتى التلفزيون يضرب التلفزيون. فراح اسوي شو اسوي؟ التلفزيون انصبه على الحائط على الجدار حتى بعد لي يوصل له. اكو هنا يبيعون شو يسموها هاي يعني زرع وما زرع، اشياء اللي بالبيت يستخدموها، صبار ما صبار ملابس نسائية. هنا اكو حلاق. اوكي اكو هنا يسوون دوشك ما دوشك، احنا نسميه بالعربي ما ادري هنا شو يسموهن. فشوفوا اي شيء بهذا الفلكة كلها محلات. شوفوا هنا سيارات منا تعبر بس، واللي قدامهم سيارات من هذيك الجهة تعبر، بعد هنا بالنص ما تدخل سيارات. فهنا مكان كلش زين انه الاطفال يجون يلعبون يتسوقون. هناك اكو كان مخبز، هسه راح هنا المخبز. اوكي فشوفوا انتو المكان. بس غير عن كل هذا هنا مدارس هم موجودة، هنا لتصليح اللوازم الكهربائية اللي بالبيت موجود، مكنسة ما ادري هاي اشياء. هنا سوبر ماركت، مخضر اللي قدام، كوفي موجود هنا اللي قدام، محل مال سيديات اللي يعطيكم افلام تقدرون تاخذون. هاي هنا محل يبيعون اشياء حلوة يعني هيك اشياء يبيعون مال بالبيت. هنا يبيعون خضروات هم مجففة هم غير مجففة. هذا الشارع سبزيجات يعني شنو يعني خضروات حاضرة يعني للآش. احنا عندنا هاي الشوربة يسموها آش، عندنا خضروات حاضرة للماركت. سبزي عندنا خضروات حاضرة للأكل، هم ينظفوه ويرتبوه وانتو تقدرون تجون تشتروه تودوه بالبيت تستخدموه. هاي هنا الكوفي اللي قلت لكم، قهوة ما قهوة تشربون. شوف احنا لما نقول لكم كوفي هنا، الكوفي معناه انه قهوة ما قهوة حليب هيك اشياء. ما عندنا احنا داخل المدينة كلش قليل انه عندهم ارجيلة ما ارجيلة، والمجتمع مو يعني كل مكان يحبون هذا الشيء، بالاخص بهيجي مجتمع اللي اطراف بيتنا احنا وبالبيوت هاي فماكو. بس اذا اللي واحد يدور على مثل ما يقولون عفوا يدورون على ارجيله ما ارجيله، فلازم يروحون بطريق طرقبه وشانديز هناك موجود. يا اصدقائي هاي الجوله خلصت، اتمنى قدرت افيدكم مع هذا الفيديو. عجبكم الفيديو؟ جوله اطراف بيتي، هاي بعد دقيقتين اوصل بيتي شقتي. ف لهذا السبب انا عايش بهالمنطقه، احبها كلش احبها. وبيتي اللي الشقه اللي مشتريتها ان شاء الله بعد سنه اتحول بيها هم قريبه عن هاي المنطقه. فهيك تفاصيل. كلش ممنون منكم على المتابعه، اتمنى ان شاء الله دائما اقدر افيدكم. انا اروح البيت حتى اتغدى واحضر لكم فيديو وانشره حتى تشوفوه وتندعوا لي. تحياتي لكم، الى اللقاء.